مش ده بيت رمانة برضو؟ مين يا بيسا؟ مش انتي رمانة؟ انتوا مين؟ يا اختي مش تقولي اتفضلوا الاول بدل ما الكلام يتبعتر وتحصل مشاكل. بس انا مش فاهمه برضو، انتوا مين وعايزين مني ايه؟ انا مش مهم، لان انا واسطة خير. المهم تعرفي الست دي تبقى مين. كرامة، مرات سي خميس، افندينا. انتي كرامه؟ كويس، الحقي دي طلعت مطلعة على العيلة كلها. بس انا برضو مش فاهمه انتوا عايزين مني ايه؟ اصل ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه، وجم وزوا في ودن الست الطاهره دي وقالوا لها يا اختي ان جوزها بيجي يعط معاكي هنا ومن ورا ظهرها. جرى ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ مالك داخله عليا بزعابيب مشير كده؟ يا وش يا وش، بالراحه كده عشان نعرف نعمل الواجب، الملاف السعد. يا اختي انت هتفضلي قاعده لي ساكته لي كده اهو، ما تقولي لها انت عايزه تقولي ايه، ما تعملي حاجه. ايه البرود ده؟ انت لسه هتشاوري؟ اسكتي خالص. بتقولك ابعدي عن جوزها احسن لك بدل ما هتجيبك بسنانها. واذا كنت يا اختي فرحانه بشويه الحلاوه والطول اللي انت فيهم، بكره تكشي وتقددي. واذا كان على مزاج سي خميس فده موزون على الشعره جوه بيته. لمي روحك ولمي تعابينك احسن لك. مش كده ولا ايه؟ ويا ترى ده بقى كلامها هي ولا كلامك انتي؟ يا اختي احسبيه زي ما تحسبيه. خير يا رزق، في ايه؟ الواد شفاعة متدبقك ولابدلك في الذرة. انت اللي شفته ولا هو اللي قال؟ كنا بنخمس في سجارتين كده وخرب كلام كتير. كلام زي ايه يعني؟ زي يوم ما شافك في الحارة مثلا وشوية هفلطة فارغة كده. هو الواد ده عينه مني ولا ايه؟ بالظبط كده. ماشي، تشكر يا رزق. انا النهارده بس حسيت ان انا ليا ظهر في البيت ده. أنا محسوبك يا ست مطر. انت راجل يا رزق، وانا طول عمري اقدر الرجاله، ومن النهارده في خط مفتوح بيني وبينك. اي حاجه تعوزها اديني بس رنه وانا اقول لك نتقابل فين وازاي. خدامك يا ست الهوانم. انما قول لي، هو براءه فين دلوقتي؟ 1 2 3 4. اهلا بالصعيدي، اهلا بالصعيدي. كلمة وبقولها علو الصوت، انا الصعيدي بلدي اسيوط. اللي يراضينا واللي عادينا يطق 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 وماله بينا. كلمة وبقولها أنا من هنا. اللي عادينا اللي راضينا اللي عادينا اللي راضينا يطق 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 يطق. يلا على المسمار. رمانة مجننانا ودماغنا كمان تعبانة. رمانة مجننانا دماغنا كمان.
صبح يا حلو طول، نهارنا ابيض ليلتنا فل، يا حلو صبح يا حلو طول، نهارنا ابيض نهارنا ابيض. مزمار سعيده، مرحب بكل الصعايده، يا مرحب يا مرحب بالصعايده اللي صعدوا. انا قلت هلاقيك في المطار، ارجع كمان البيت ملقكش. بجد؟ سفرية ايه دي؟ ماشي، بس لازم تيجي الليلة. باي يا حبيبي. طب يلا قومي بقى جهزي نفسك عشان نروح على البيت، ولما هو يرجع من السفر يبقى يجي لنا. بقول لك ايه يا خميس، ما تسيبني هنا كام يوم لحد ما تنقل لبيتك. ليه؟ ما البيت جاهز والنقل مش هياخد وقت. انجزي بقى، عايز اشوف الحاجه، وحشتني. اصل انا حاجتي هتاخد وقت طويل شويه. بليز يا خميس، والنبي والنبي سيبني هنا كام يوم. ماشي ماشي يا بنت الباشا، ماشي. يا حبيبي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي. خلطة جديدة عاملها أفندينا، هيرشها في السوق ويبدرها في كام يوم. سرها مع أبو سنة. السفرية دي عشان يجيب الأصل ويضربه هو هنا. استاهل بقى اللي في الشنطة دي ولا الكلام ما ياكلش؟ لا لا لا، ده ياكل لحد ما يصور بالهنا والشفا. الله يهنيك. بس احنا مهمتنا الوطنية للأجيال الجاية إن نعرف الطبخة دي بتتعمل فين وإزاي عشان ما نضرش صحتهم خالص. لا، ده كلام تاني محتاج روقة وروقان. أحلى عيشة وأحلى روقة وأحلى روقان من المعلم النوح للمتر بدران. طب يا معلم، أنت هتسيب له البيت مش كده؟ لا مؤاخذة يا معلم، أنا بسألك يعني هتسيب له البيت عشان يعني بعد كده هتروح فين؟ فرع الصحراوي. ببني فيلا هناك بس لسه قدامها شوية، وعلى ما تخلص هقعد في بيتي اللي في المزرعة. فكرتني، ده أنا محتاج اليومين دول كل قرش. لا لا، ما أنت هتعمل قرشينات ياما يا معلم. أمال إيه؟ لا احنا بس عشان اجي لك يا معلم هناك يعني، ونقعد مع بعضينا ونروق الاماني ونذبح لنا طاووسين من دول. هو مش بيتاكل برضه يا معلم؟ وحتى اكون عملت تحرياتي وجبت لك المفيد، بس كله بثمنه. وأنا تحت أمرك، وأعرف إزاي أقدر الرجالة. نبقى متفقين يا معلم. عارف يا معلم، أجمل حاجة في المتر بدران إنه مش مادي. ما تعدهم يا بدران. لا ده احنا نتعرف على بعض بس. يا ترى عرفوك؟ وحشتيني يابا، وحشتيني. معلش اتأخرت عليك شوية عند الباشا. على الله تكون اتوفقت كده ولا الرحلة جت بفايدة؟ كله بفضل دعواتك يا حاج يا عسل. الحمد لله على السلامة يا فندينا. الخال جبت لك الأعلم الذهبية. وحشني وحشني وكمان وحشني. تعال سلمي يا شوق. الحمد لله على السلامه. يو ما تحبي على ايد فندينا يا بت ولا نسيتي؟ خش اوضتك يا شوق. امرك. الا صحيح يا خميس، هنرجع بيتنا تاني؟ وهنرمي ورا ظهرنا كل حاجة في البيت ده، وأي حاجة. ودعوا بقى كل حاجة في البيت ده، ودعوا كل يوم في البيت ده، وكفنوا العفش ده.
ياه، ورفضوا تراب الكسرة على هدومكم قبل ما ننقلها البيت الكبير. عايزين نروح البيت الكبير يا خال، نضيف. يا ريت يا ابو جمعه